تعالوا ناخدكم كده في مكان رايق نفطر فيه وفي نفس الوقت مش هندفع 100,000 جنيه. اولا السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم ميسة. النهارده هنفطر في مكان رايق كده على الفيو الجميل ده اللي انتوا شايفينه، ما شاء الله حلو جدا. المكان بتاعنا في زووق في سيدي جابر. المكان اسمه ويوا، الاسم غريب شوية. ويوا هو عبارة عن كافيه وريستوران وفي بلاي ستيشن وحاجات حلوة وقعدة جميلة. تعال نشوف المكان اللي احنا فطرنا فيه النهاردة، وعاملين عروض حلوة جدا على الفطار. هنشوف مع بعض عروضنا. ده اللوجو بتاعهم زي ما انتوا شايفين كده. حطوا بقى لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناة، وكمان اعملوا متابعة للصفحة عشان يوصلكم كل الجديد. زي ما انتوا شايفين الفيو الجميل ده احنا هنفطر عليه النهاردة. بصوا ايه ده المنيو بتاع الفطار، هم عاملين عروض على الفطار. خدوا سكرين شوت بالعروض. الفطار طبعا بيقدم معاه مع الوجبة يا اما شاي يا اما عصير ليمون بالنعناع. اقل سعر وجبة الفطار 70 جنيه، واغلى سعر 95 جنيه، وده بيكون شامل المشروب زي ما احنا اتفقنا، وكمان شامل الخدمة والضريبة، يعني مش هتدفعوا الا 70 جنيه وبس. شفتوا انتوا الفيو معايا الاولاني، وده بيبقى فيو تاني بيبقى اندور، بيبقى بيبص على ناحية تانية خالص من البحر. بصراحة المكان رايق وهادي ومش زحمة، وزي ما انتوا شايفين كده عصير ليمون بالنعناع وبحر وفيروز، يعني روقان من الاخر. هتتدلعوا يعني هتتدلعوا. وهنا كان الفطار نزل، وانا اخترت وجبة واحدة طبعا لاني فود بروجر ومش مشهورة ومش معروفة ومحدش يعرفني. فاخترت وجبة واحدة على قد الميزانية، فما كانش ينفع ان انا اجرب كذا فطار عندهم. بس انا شفت بصراحة الفطار عندهم حلو جدا على كذا ترابيزة جنبينا. شفتوا طبعا البوكيه بتاع الخضروات الجميل ده يفتح النفس بصراحة. انا كنت طالبة كرواسون ببروني تشيز او تشيز ببروني اي حاجة. المهم ان في تشيز في الموضوع. بصوا بقى الجبنة الشيدر السايحة النايحة، اوعى يا معلم الغوصة كلها. بصراحة هي كانت لغوصة وكانت حوسة. الجبنة الشيدر دي ما ينفعش تتاكل بره البيت. انا بشوف ان هي لازم تتاكل في البيت. اللغوصة دي لازم تحصل في البيت، ما ينفعش تحصل بره قدام الناس. طبعا مش هتكلم على جودة الاكل، هو باين من الصورة. الاكل طازة جدا وجودته حلوة جدا، وصراحة 10/10. وما دفعناش اكتر من 70 جنيه في الوجبة. زي ما انتم شايفين كده دافعين في الوجبتين 140 جنيه. روحوا جربوا المكان هيعجبكم جدا، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير.